في واحد بعت لي سؤال بيقول لي: ايه رأيك في اللي بيحصل والأطفال اللي بتتقتل والبيوت اللي بتقع والمستشفيات اللي بتهد؟ هل ده يرضي ربنا؟ الحقيقة يا صاحب السؤال، هي أمور تحزن، والأمور دي اللي بتحزن قال عنها ربنا عندنا في الكتاب المقدس إن في آخر الأيام يسلكون في طريق قايين، وطريق قايين إن الأخ يقتل أخوه. لكن أنا بستغل الآن فرصة وهوجه كلمة: أنا لست رجل سياسة ولا أفهم في السياسة، لكن أريد أن أبحث في كلمة الله وأقدم ليهم كلام اللي بيؤمنوا بيه هم وبنؤمن بيه إحنا. أولا لإسرائيل، رئيس وزرائها نتنياهو، أقول له: روح ادرس كتابك، تلاقي أول ملك لإسرائيل كان شاول ابن قيس، وشاول ابن قيس قتل 85 من الكهنة بتوع ربنا، ممسوحين كهنة بيلبسوا أفود، علشان حس انهم واقفين مع داود، بعد جابهم وقع العقوبة وقتل الكهنة. ومش وبس كده، ده راح مدينة نوب اللي هم ساكنين فيها الكهنة وهدها على اللي فيها، وقتل الأطفال وقتل الحيوانات وقتل النساء وقتل الكل. ده أول ملك لإسرائيل يا صاحب الفخامة نتنياهو. آخر ملك لإسرائيل كان هيرودس، وهيرودس وأولاده الهيرودسيين أول ما سمع بأن المسيح اتولد أصدر فرمان بقتل أطفال بيت لحم من ابن 2 فما دون. يعني اللي لسه مولود النهاردة يتقتل، اللي سنه 3 شهور يتقتل، اللي سنه 1 سنة يتقتل، 1.5 سنة يتقتل، لغاية 2 يتقتل. يعني بدأت بملك القتل وانتهت بملك القتل. شاول اللي عمل كده اترفض، وانت تعرف تمام المعرفة انه اترفض، وربنا اختار داود وقال لصموئيل: لماذا تصلي من اجل شاول وانا قد رفضته؟ طيب، هيرودس مش هو واولاده عملوا كده، لا، ده جا نسله اللي بعده قتل اعظم مواليد النساء يوحنا المعمدان، وقبض على يعقوب ابن زبدي وقتله، قبض على بطرس وحطه في السجن عشان يرضي اليهود، وتاني يوم يقتله، وربنا انقذه من ايديه. جم الجليليين ليه وعلشان يتصالحوا معاه ويعتذروا له ألقى خطبة. الجليليين حبوا يرضوا الغرور بتاعه، فقالوا له: هذا صوت إله وليس صوت ملك، وفرح بكلامهم. ربنا بعت الدود ياكل في جسمه، يعني الإنسان يموت ياكل الدود، ده أكلوا الدود ومات. دول مش دارسين ليك يا صاحب الفخامة؟ دارسين ليك ولا لا؟ والدروس دي يعرفها الرئيس بايدن وهو فاهم الكلام ده. كمان لو رحنا لسفر التثنية اصحاح 32 آية 15، إن موسى النبي تنبأ عن إسرائيل وقال عنهم: فسمن يشورون ورفص، سمنت وغلصت واكتسيت شحما، فرفض الإله الذي عمله وغبي عن صخرة خلاصه. ايه معنى هذه الآية والنبوة؟ كلمة يشورون باللغة العبرية يعني المستقيم. إسرائيل ربنا اختاره ومشي في بداية حياته مستقيم يعبد الله
والعالم كله بيعبد الأوثان، وكان اسمه شعب الله المختار. لكن كلمة سمن يشعرون يعني اختنوا وقووا، وبقى عندهم ضوافر وأنياب وسلاح، فبيقول سمن يشعرون ورفص. اللي بيرفص الحمار، والإنسان لما بيتولد بيقول عنه الكتاب كجحش الفراء يولد الإنسان، بيتشبه بالحمار أو بالجحش. الحمار مش غبي، عنيد. يعني الحمار تشده من رقبته لقدام يرجع لورا، تشده من ديله يطلع لقدام، خالف تعرف. ده الإنسان. وكلمة جحش الفراء يعني الحمار الوحشي، الحمار الوحشي اللي ما يتروضش أبدا. فبيقول سمن يشعرون ورفص، وبعدين بيوجه له الدعوة بيقول له سمنت، يعني بقيت غني وشبعت، وغلصت بقى غليظ الرقبة، واقتسيت شحما، ورفضت الإله اللي عملك، وبقيت غبي عن صخرة خلاصك. ارجع لإلهك. طيب، حاجة تانية عايز أقول من خلال دراسة الكتاب المقدس إن يعقوب اللي هو إسرائيل، اللي هو جد اليهود، قال في تكوين 48:22 قال إيه ليوسف؟ أنا قد وهبت لك سهما أخذت من الأموريين بسيفي وقوسي. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني حارب الأموريين وبالسيف والسلاح بتاعه انتصر عليهم وطردهم من الأرض، وخد حتة الأرض. حتة الأرض دي كانت منطقة جبل جرزيم، وكان زمان مفيش حاجة اسمها عقد ملكية، فكان دايما عشان يثبت ملكيته يحفر في الأرض بير، فتبقى الأرض البير تشهد إن الأرض ملكه. وحفر فعلا بير اسمها بير يعقوب، دي البير اللي تقابل فيها المسيح مع السامرية. جه بعد كده في ملوك الثاني اصحاح 17 جه ملك أشور استولى على الأرض وسبى الساكنين فيها، وداهم بابل وأشور، وبعدين جاب 5 شعوب وسكنهم في هذه المنطقة وسميت منطقة السامرة. وعاشوا السامرين وسط اليهود، واليهود وكرهنهم في لغاية أيام المسيح، لغاية ما خربت أورشليم سنة 70 ميلادي. يبقى اللي اتخذ بالقوة يروح بالقوة. بينما داود النبي لما عد الشعب، وبعد ما عد الشعب ضربوا قلبه، جه الملاك نزل بالوباء في الشعب، فداود صرخ لربنا وقال له أنا اللي غلطت، الشعب ده ذنبه إيه؟ فبص لقى ملاك الرب واقف في منطقة المريا مكان البيدر بتاع أرنان اليابوسي. فربنا قال له ابن مسبح في المكان ده والوباء يقف. فداود طلع. أرنان اليابوسي ده يابوسي من اليابوسيين، يعني أصل الفلسطينيين اللي راحوا، بس ده من الموجودين. كان عنده بيدر يعني جرن، وبيدرس الجرن. طبعا دايما كانوا يدرسوا الأجرام بالبقر، ونورج نورج يدرسوا بيه. فأول ما شافوا أرنان اليابوسي وهو ملك إسرائيل يقول اللي عايزه وياخد اللي عايزه في منطقته، فقال له أنا عايز أشتري حتة الأرض دي البيدر علشان أبني مذبح للرب. أرنان قال له يا سلام، الأرض بقت ملكك من دلوقتي، والبقر قدموا ذبيحة، والنورج اعملوا اللي بدرس بيه قطعوا حطب، وقدم الذبيحة للرب إلهك عشان إلهك يرضى عنك. ماذا قال داود؟ قال له لا، ما قدمش للرب ذبيحة مجانية، لازم أخدها بالفلوس. ودفع 50 شاقل وخد حتة الأرض. دفع 50 شاقل وخد حتة الأرض. في حتة الأرض دي
جه سليمان بنى الهيكل، وربنا قال لبني إسرائيل الهيكل ده هيفضل قائم إلى الأبد إلا إذا عبدتوا الأوثان وخنتموني. وجه نبوخذ نصر هده وجم تاني بنوه، وبعد ما بنوه في أيام المسيح يسوع قال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. بالاختصار أريد أن أقول لكم اللي هتاخده بقوتك هيتاخد منك. يعقوب خد بقوته الأرض بتاع جرزيم، خدها ملك أشور في ملوك الثاني 17 واداها للسامريين. هيكل سليمان اتبنى، ربنا قال لسليمان في هذه المنطقة البيت ده يبقى إلى الأبد لو انتم مشيتوا كويس. لكن للأسف مشوا وحش وجعلوه بيت تجارة، ثم جعلوه مغارة للصوص. فقال لهم المسيح يسوع هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. بس ما سابهمش للنهاية، قال لهم حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. أنا لا ألوم على نتنياهو لأن البرقع مازال موجود على وجههم كما قال بولس الرسول، ولا يؤمنوا بالمسيح ولا يؤمنوا بتفسير النبوات. والأمريكا واخد الروح القدس، عارف الكلام ده يمشي ورا اللي موضوع البرقع على وشهم. ربنا يرفع البرقع ويعيد المحبة ويعيد السلام ويعيد القوة. الأطفال اللي بيتقتلوا دول هيروحوا السماء، كل الأطفال، لأن هو قال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. لكن ربنا عايزنا نعيش بالحب، مش نعيش بالقوة، نعيش بأن كل واحد ياخد حقه. ربنا يتدخل. والرسالة دي أنا بعتها للرئيسين دول، وبقول لهم لكل واحد فيهم إن كنت أنت حكيم فأنت حكيم لنفسك، وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل. أرجع وأقول إني رجل دين وليس رجل سياسة. يسوع يحل الأزمات ويدي السلام لكل العالم ويجعل الكل يؤمن ويعيشوا في أمان. أمين.